هل يستمر الدهب في الهبوط بعد ما نزل نزول عنيف؟ يمكن الشهر ده نزل اكتر من 15%، ده كمان انا مش قايس من اعلى نقطه لاوطى نقطه. القصه كلها ان انت عشان تفهم اي حاجه بتتحرك ليه لازم تفهم اصلا الصوره اللي كانت عليها قبل ما يبدا يحصل حدث زي ده. الدهب كان ماشي في صعود وكان ماشي كويس جدا لاسباب كتيره. كان الدولار بيضعف قصاد العملات العالميه كلها، قصاد سله العملات. كانت الدوله الامريكيه بتخفض الفايده، او البنك المركزي الامريكي بيخفض الفايده على الدولار، وده كان بيدعم الذهب، ودي معروف ان هي من العوامل اللي بتزق الذهب بقوه شديده. كان في طلب كويس جدا من البنوك المركزيه العالميه اللي بدات تتخوف من الدولار، او بدات تقلل على الاقل شويه من الدولار اللي في حوزتها، وتوازن الموضوع عندها بانها تحط شويه من الاحتياطي في الذهب. الخلاصه كانت الصوره بتسند الذهب بشكل كبير، وطبعا فوق كل ده التوترات الجيوسياسيه والحروب والكلام ده، وطبعا ترامب مش مقصر معانا في حاجه الحقيقه، كل كام شهر عامل لنا حرب، يعني مش حارمنا من حاجه. طيب، فالخلاصه الصوره كلها كانت بتدعم الذهب لحد ما فجاه الناس اتفاجئت، حصلت حرب ايران، الطبيعي انها كانت تزق الذهب. وعلى فكره لو انت متابع، اول يوم حصلت الحرب الذهب نط لفوق، ونط فعلا، يمكن وصل لنفس الهاي اللي كان واصل له قبل كده بتاع 5400 دولار. ايه اللي حصل من النقطه دي؟ اللي حصل من النقطه دي ان سعر النفط المرتفع كان متوقع، بلاش نقول ان كان متوقع بطريقه عامه، لكن ناس كتيره كانت متوقعه انه مش هيفضل عالي يعني بطريقه كبيره، وان الكونفليكت ده مش هيطول، فما كانتش الناس واخده الموضوع قوي في الحسابات. لحد ما فضل سعر النفط مرتفع لدرجه ان سياسه خفض الفايده على الدولار الامريكي بدات تتغير، او بدا يبان كمان ان الاوتلوك الله اعلم مش باين هنعمل ايه، فده مأثر على الذهب بطريقه سلبيه. في اعتقادي الشخصي والله اعلم، وهذه ليست نصيحه، ده رايي الشخصي، ان كل ده مؤقت، وان الوضع ده هيعكس لما الازمه دي تتحل، ولما نوصل لهدنه حقيقيه، او لما نوصل حتى لبوادر اتفاق واضح، يعني لبوادر الكلام. ولو انت عايز تتعلم تحلل الاسهم وتحلل الاسواق الماليه وتفهم ايه اللي بيحصل، علشان ما تمشيش ورا الاشاعات ولا المشاعر ولا الناس اللي بتخوفك ولا الناس اللي بتخليك تتفائل بزياده، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في الكلام ده.